السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل معانا اكله سهله وسريعه جدا، مش تاخد في ايدينا اي حاجه. هعمل مكرونه باللحمه المفرومه. تمام. معايا هنا بس قبل ما ندخل بقى على الفيديو تحطي اللايك وتشتركي في القناه لو مش مشتركه. معايا حله على النار فيها شويه زيت على سمنه. تمام. وعملت فرمت بصل في الكبه، حطيته على الزيت بعد ما سخن. تمام. هشوح فيه كده شويه. أكلة سهلة جدا وسريعة، لو مستعجلة أو وراكي حاجة وعايزة تعملي أي حاجة للولاد، دي مش هتاخد في ايديكي أي وقت. تمام. هنا البصلة دبلت، حطيت فصين توم. هشوح برضو فيهم شوية لحد ما ريحة التوم تطلع. تمام كده. معايا بقى لحمة مفرومة، هنزل بيها برضو على البصل والثوم اللي انا شوحتهم دول. تمام. هعصج اللحمة بقى. هقلبها بس كده شوية. تمام. هحط لها بقى ملح وفلفل اسود وشوية بهارات مش كتير يعني، وهحط مكعب مرقة. تمام. الملح ده بتاع كل الاكله بتاعت النهارده يعني. الطماطم اللي هحطها والمكرونه، الملح ده بتاع التوابل دي بتاعتهم. ماشي. انا هعمل كله كده مع بعض. تمام. الفلفل الاسود. انا طبعا الوقت ده انا حاطه حله على النار فيها ميه بتغلي، وهحط فيها المكرونه هسلقها عادي جدا. اي نوع مكرونه بقى تحبيه. حطيت مكعب مرقه اهي، يبقى ملح وفلفل اسود وشويه بهارات، وحطيت مكعب مرقه. هديهم تقليبه بقى كده مع بعض. هسيب اللحمه المفرومه تتعصج معايا وبعدين نشوف هنعمل ايه. تمام كده. انا عندي بقى طماطم في الفريزر مجمده يعني. بصراحه ما كنتش قادره اضرب في الخلاط، طلعت على طول هي جاهزه معايا. حطيتها زي ما هي كده بتلجها. تمام. وسبتها بقى اهي فكت معايا شويه، هسيبها تتسبك. اهي. هنا كده اتسبكت معايا اهي. طبعا انا سلقت المكرونه وصفيتها. تمام. احنا ممكن نقدمها بقى بطريقتين. بالطريقه دي نحط المكرونه بيضه وعليها شويه من اللحمه المفرومه بالصلصه، والطريقه التانية قلبتها كلها مع بعض. تمام. اعملي اللي يريحك واللي يعجبك في الطريقتين، ان شاء الله تعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.